السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن واحسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، على الكومنتات ديالكم الغزالين. صراحه تيفرحوني بزاف، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. المهم اصدقائي، كيف ما عودتكم وعدتكم اني كل مره كنبقى نحكي لكم احداث حصريه على المسلسلات ديالنا المغربيه. اليوم غادي نحكي لكم بعض الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه 26 من مسلسلكم الشيق المختفي. فاضل فيه غير 4 ديال الحلقات على الانتهاء ديال المسلسل المشوق اللي هو مسلسل المختفي. يعني كيف ما شفتوا انا سالت لنا الحلقه فاش زينب جا عندها حميد وقال لي هذاك الشيء اللي شاف وداك الشيء اللي سمعوه على المهدي. فعلا اصدقائي، حميد هو اللي جاب زينب لعند اليميد. علاش جابها؟ باش تكتشف الحقيقه وتكتشف ان داك الشيء اللي شافته شحال هذه في الماضي ماشي حقيقي، وان الزوج ديالها فعلا خبيث بزاف، وبانه هو كان شاهد على الجريمه اللي ارتكبها اليميد. اليميد اصدقائي هو اللي صفاها للزوجه ديالو في ذاك النهار. فاش صفاها لي يعني هما كانوا تماكين، يعني تقريبا كان داير شي حفله كانوا تماكين. داكشي علاش حتى همايا كانوا شاهدات على ديك الواقعه اللي وقعات في داك النهار. والمهدي كان عارف وشايف ان اليميد هو اللي دار ديك الجريمه في داك النهار وكان مصوره. يعني كانوا عنده تصاور، داكشي علاش كان كيبتزو لمده ديال 4 سنين هو كياخذ ليه الفلوس وكيمشي عنده كيدي من عنده الفلوس. لحقاتيش فعلا ان الزوجه ديال اليميد هي اللي كانت لاباس عليها، واليميد من مورا الوفاه ديال الزوجه ديالو ورث بزاف ديال الفلوس، وكان خدام عنده واحد الجاردينيه في ديك الجرده. وداك الجاردينيه يا اصدقائي هو اللي مشى عنده المهدي وقال له باللي يشهد او انه يعترف بداك الجرم، وغادي يعطيه بزاف ديال الفلوس وغادي يتهلا في ولادو، وإلا ما بغاش غادي يخرج عليه. المهم اصدقائي، داك الجارديني مشى شهد وهز هو يعني تهمة، واليمين خرج منها هو والمهدي بحال ما دايرين حتى شي حاجه. وهذاك الجارديني ديال داك النهار اللي شهد ودخل السجن هو الاب ديال فرح. اصدقائي داكشي علاش فرح رجعات باش انها تنتقم. وفي نفس الوقت اصدقائي هو كيعرف حميد، يعني داك الجارديني كيعرف حتى حميد. داك الجارديني ملي تشد للسجن مات في السجن. داكشي علاش رجعات البنت ديالو باش انها تنتقم وهي فرح. داكشي علاش عطات ديك اللعبه لادم، حيت ديك اللعبه فيها الميكرو باش تصنت في الدار شنو واقع، وتصنت على الحوار اللي كيدور ما بين عفوا اليميد وما بين زينب. المهم اصدقائي، زينب غادي تبقى تماكين، ولكن التصرفات ديال اليميد غادي يزيدوا يخلعوها نهار على نهار. غتبدا تكتشف حوايج اخرين، وهنا غادي تاكد بلي اليميد هو اللي صفاها للزوجه ديالو. فهنا يا اصدقائي غادي تعيط على حميد وغادي تقول له باللي هي ما بقاتش قادره انها تبقى تماكين، وباللي غادي ترجع للدار ديالها. غادي نشوفوا ان زينب مازال غتبغي تخرج من ديك الفيلا. في نفس الوقت غادي يرجعوا لنا لغيتا. غيتا اللي كاميل غادي يلقاو ان في الدم ديالو فعلا كاين بزاف ديال المنشطات. كاميل يعني غادي توقف المسيره ديالو بسبب داك الشيء. وكذلك حتى غيتا غادي تنهار وغادي تكتشف ان الزوج ديالها عالي وهو اللي دار داك الشيء كامل. ملي غادي يجي للدار غادي يقولها ليها، غادي يجي يشوف بنت ديالو صباح وغادي يقول لها باللي صافي كل شيء يعني تهدم لك فوق راسك. وهنايا غادي تفهم باللي هويا اللي حط داكشي الكامل فاش كان كيمشي عنده لاصال، كان كيديروا ليه في الماء. فهنايا غادي تفهم انه كانت حتى هي كيدير لها نفس الحاجه فاش كان كيدربها، وداكشي علاش تزادت البنت ديالهم مريضه. غيتا ما كان عندها حتى شي دخل في داك المنشطات اللي كان كيعايرها بهم. وغادي نشوفوا انها غادي تواجه وغادي تدابز هي وياه، فغادي يضرب غيتا وغادي تطيح. وهنايا غادي نشوفوا ان علي غادي يبقى يقول لها فيقي غيتا ديالي عافاك فيقي، ولكن هي غادي تكون فقدات الوعي. في نفس الوقت غادي نرجعوا لسهام، سهام اللي فعلا ديما كتقول الحقيقه، وقالت لهم باللي فعلا اليميد هو القاتل. ولكن البنات ديما كيبقاو يقولوا لها باللي الجاردين يعترف على راسو، حنا ما عندنا ما نديرو. يعني بغينا أننا نوقفوا معاه ولكن هو اعترف، يقدر هو اللي دارها. فهي بقات مصره على الكلام ديالها وبلي اليميد هو اللي غلط. غادي نشوفوا ان الزوج ديالها خالد يعني غادي يبقى في الخدمه وغتبقى تصوني ليه ابتسام، ولكن ما غاديش يجاوبها. هاد المره ابتسام غادي تجي عنده حتى الخدمه وغادي تبدا تقلب عليه وغادي تلاقى مع سمير وغادي تسولو. فغادي يقول لها شكون انت؟ فغادي تقول له انا الخطيبه ديال خالد. فهنا سمير غادي يفهم ان خالد انسان لعوب وغير كذب على سهام على قبل الفلوس. فهنا يا خالد غادي يبغي انه يقول لسهام الحقيقه، ولكن غادي يخاف من رده الفعل ديالها. ولكن غادي يمشي عندها وغادي يقول لها الحقيقه وغادي يدي معها ابتسام. سهام غادي تصدم ملي غادي تسمع الحقيقه وغادي تشوف خالد على الحقيقه ديالو. غادي تجري عليه. خالد غادي يبقى يقول لها باللي انا كنت كنعرفها قبل ما نعرفك، ولكن ملي عرفتك صافي ما بقيتش باغيها. ولكن سهام اصدقائي غادي تقول له باش انه يعطيها اتساع وما باقيش يدور بساحتها.
سهام أصدقائي غادي تطلّق من حميد في الحلقات المقبلة، وغادي ترجع حتى هي سيليباتير بحال الصديقات ديالها. أما بالنسبة لغيتها فغادي يصفيها ليها فغادي يصفيها ليها علي. أما بالنسبة لفاتحة، فاتحة ديما كتبقى تدافع على اليميد، حيت فعلًا حتى هي عندها علاقة باليميد، وكذلك عندها علاقة حتى بداك الشي اللي كان تيدير المهدي. يعني كانت عارفة القصة كاملة، كان معاودها ليها المهدي، حيت هي والمهدي كاينين في علاقة. كان عاود ليها القصة كاملة وعاود ليها حتى أشنو وقع في داك النهار بالضبط، وأن اليميد هو اللي صفاها للزوجة ديالو، ولكن حيت هي كتشد الفلوس بقات ساكتة. غادي نشوفوا أصدقائي في الحلقات المقبلة أنها غادي تبغي تهنى من الزوج ديالها، وكيفاش أنها غادي دير ليه، خاصها تجمع ليه وراق باش تقدر أنها تصيفطو للسجن. وفعلًا داك الشي اللي غادي دير. المهم أصدقائي غادي نشوفوا كذلك أن المحقق غادي يقدر يلقى في الحلقة المقبلة شبيه ديال مهدي، شبيه ديال مهدي اللي رموه في النهر وغرق. يعني أصدقائي في داك النهار بالضبط، يعني المهدي كان داير خطة محكمة باش يقدر يدي الأملاك ديال زينب. يعني فعلًا في داك النهار مشى وتعرّف على واحد السيد اللي هو كيشبه ليه بزاف، وعطاه بزاف ديال الدوا ديال زينب، وملي كلا داك الدوا فعلًا فقد الوعي، ومشى هو ورماه في داك النهر. يعني بقى 15 يوم عاد لقاوه تقريبا البوليس، حتى الوجه ديالو ما بقاش باين، حيت الماء يعني مع المدة تكال ليه الوجه ديالو. وفعلا غادي نشوفوا ان المحقق غادي يكتشف هاد الشخص هذا، وغادي يكتشف ان الوراق ديالو مازال خدامين. يعني المهدي العمراني خدام بالوراق ديال داك السيد. المهدي العمراني اصدقائي مازال ما ماتش، وغادي نشوفوا الظهور ديالو في الحلقة الأخيرة من مسلسل المختفي. مازال غادي يقدر المحقق مراد انه يلقى البلاصة ديالو ويعرفوا فين كاين. في نفس الوقت أصدقائي المحققة غادي يقدر انه يكتشف شكون هي فرح. فرح اصدقائي غير متنكره في داك اللباس، وغير متنكره كذلك في دوك النضاضر، وكذلك هي ماشي صحفيه. هادشي غادي يكتشفوا اصدقائي المحقق في الحلقات المقبله. وكذلك المحقق غادي يكتشف، غادي يلقي القبض على اليميد، لحقاش اليميد هو اللي دار ديك الجريمه وصفاها للزوجه ديالو. واللي غادي يكون شاهد هاد المره هي زينب غادي تشهد في داكشي كامل اللي شافته في ديك الفيلا، وغتشهد كذلك بدوك الصور اللي لقات. ومازال غادي تكتشف بزاف ديال الحوايج باقيين ما اكتشفتهمش، عاد غادي تخرج من ديك الفيلا هي والابن ديالها. المهم اصدقائي هادو هما معظم الاحداث اللي غادي نشوفوهم في الحلقات المقبله من مسلسلكم الشيق المختفي. بهذا غادي نكون وصلت لنهايه لا فيديو، وكنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم وعلى لي كومونتيرات ديالكم الغزالين. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وبهذا اصدقائي غادي نقول لكم باي باي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم وحلقة جديدة، سواء من مسلسل المختفي، ولا من مسلسل كذلك دار نسا، ولا مسلسل جوجوجو، ولا المسلسل الامازيغي الجميل بابالي. وباي باي عليكم وكنبغيكم بزاف.